ازاي تستخدم ماكس وميني وتستخدم معاهم كونديشنال فورمات. في الفيديو ده هنشوف ازاي الاتش ار ممكن يستغل ماكس وميني وكونديشنال فورمات مع بعض بطريقه ذكيه. تعال نشوف ازاي. تابعنا وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير علشان الكل يستفيد. يا ريت لو عندك اي اقتراحات لاي فيديوهات حطها في الكومنتات. لو انا عندي داتا فيها اكواد الموظفين واسماء الموظفين وكذا حاجه تانية من اللي بيستخدموا الاتش ار، سواء صندوق الكفاله وصندوق الزماله والمرتب الخاص بالموظف، وانا عايز اعرف اكبر موظف او اكبر مرتب للموظفين، اعرفها ازاي؟ اول حاجه ان انا هستخدم المعادله اللي اسمها ماكس، ودي بتجيب لي اكبر قيمه موجوده في الجدول، وعندي ماني بتجيب لي اصغر قيمه موجوده في الجدول. فاول حاجه هضيف فوق الصف الاول، كليك يمين واقول له انسرت، وهضيف صف تاني واقول له تاني ضيف صف كمان. انا ليه بستغل الصفوف العليا في ان انا اشتغل على المعادلات بتاعتي؟ ليه ما بعملهاش زي بقيه الناس تحت؟ واحده من الحاجات الجميله جدا والسهله جدا واللي بتسهل عليك الشغل ان انك ممكن تعمل حاجه اسمها فريز. الفريز بيثبت الصفوف الاولانيه، فلما بتثبت الصفوف الاولانيه وفي صف او اتنين فيهم المعادلات، ده ان انت بتشوف النتائج والاجماليات فوق الارقام او البيانات بتاعتك، لكن لما بتبقى تحت بتضطر تنزل كتير جدا علشان تقدر تشوف المعادلات والنتائج. فدايما انا بحب استخدم الصفوف الاولانيه في ان انا اطلع النتائج بتاعتي. وانا هكتب هنا اكبر مرتب، وهستخدم المعادله اللي اسمها يساوي ماكس. قبل ما استخدم المعادله اللي اسمها يساوي ماكس هاخد بالي ان المرتبات موجوده في العمود او، فهروح لاكبر مرتب واقول له بيساوي، واختار كلمه ماكس وافتح القوس وهقول له من O الى O. كده انا فهمت ان انا محدد العمود كله من العمود خلية O الى الخلية O، وده معناها كل العمود بتاعي، وهقفل القوس وادوس انتر. قال لي ان اكبر مرتب عندي هو 6278. طبعا هختار اصغر مرتب وهقول له هنا بيساوي ميني، واقفل افتح القوس وهقول له برضو من O الى O، واقفل القوس وادوس انتر. قال لي ان اكبر مرتب عنده هو 6278 واصغر مرتب عنده 2501. ازاي استخدم الكونديشنال فورمات وايه فايده الكونديشنال فورمات؟ الكونديشنال فورمات ان هي هتعلم لي في الجدول مين صاحب المرتب ده ومين صاحب المرتب ده. تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه هستخدمها ان انا هعلم على العمود او كله، واروح على قائمه هوم واقول له كونديشنال فورمات، وهقول له هايلايت سيل، معناها نور الخليه اللي بتساوي، وهروح اعلم على اكبر مرتب هنا اهو، وهختار اللون اللي انا عايزه ينور بيه. يعني تاني انا فهمته ان انا عايز انور الخلايا اللي موجوده في العمود او لما بيكون بتساوي مين؟ شاورت له على اكبر مرتب، قلت له انا عايزها بتساوي اكبر مرتب ده تنور لي بالاحمر، فهقول له لايت ريد فيل ويز دارك ريد اهي، دوست اوكي. وعايز نفس العمليه وهقول له هوم، وهختار هنا كونديشنال فورمات واقول له هايلايت سيل ايكوال تو، وهختار المره دي الجرين، بس المره دي هشيل ال 4930 دي واشاور على اصغر مرتب. ده كده معناها ان اصغر مرتب هيساوي بالاخضر، هيلونها لي بالاخضر، اما اكبر مرتب هيلونه لي بالاحمر، ودوس اوكي. طيب عايز ابدا اشوف الكلام ده. انا مجرد ما بنزل بالداتا هلاقي ان اصغر مرتب اهو 2501 اهو متنور هنا بالاخضر. لو نزلت تحت شويه هلاحظ ان اكبر مرتب موجود عندي في الداتا بتاعتي متنور بالاحمر بتاعي اهو. اقدر ان انا استخدم الفلتر عشان اقدر افلتر البيانات. ازاي؟ هقول له من هوم واقول له فلتر واختار علامه الفلتر دي، وهنا هقول له يا ريت تفلتر بالكلر بالالوان، تمام، وهقول له بالاخضر. اول ما هيبدا هيقوم مفلتر البيانات كلها ويجيب لي اللون الاخضر ده اللي هو فيه الموظف 38 واللي هو جايب اقل مرتب موجود، تمام. ولو قلت له فلتر بالاحمر هيجيب لي الستة 278. وبكده انا استخدمت معادلة ماكس وميني، وكمان قدرت ان انا احط معاهم الكونديشنال فورمات. تابعنا وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير علشان الكل يستفيد. يا ريت لو عندك اي اقتراحات لاي فيديوهات حطها في الكومنتات.